وهلا استوى الرزق يا خالي. كيف فينا نساوي دونت بالفرن بتنافس الدونت المقلية بجودة عالية لأصحاب المشاريع الصغيرة؟ شوفوا لي طراوة يعني رهيبة. هاي العجينة بتشتغل معكم لأي شيء من المعجنات الحلوة، من غير زيوت، من غير ريحة، من غير قلي. خليني أعطيكم أهم سر بالأكلة والمعجنات. إذا عندك عجانة وفرن صار فيك تفتح مشروعك الشخصي. وهلا حطونا لايك واشتراك بالقناة وتعليق حلو مثلكم، وخلونا نباشر الوصفة. من أكثر الوصفات يلي بتنطلب مني دونت بالفرن. كيف يا شيف بلال فينا نساوي عجينة دونت بالفرن بتنافس الدونت المقلية؟ فاليوم خلونا نسكر ملف الدونت بالفرن على الأخير. وعندنا 1 كيلو طحين، هون في 9 كاسات وهي الكاسة ل10. أنا الكاسة اللي بستخدمها حجم 200 ميلي، بتساوي 200 ميلي مي و100 غرام طحين. ولهي العجينة بدنا كاسة سكر بتساوي 200 غرام، كاسة معباية على أخير. طبعا بهي العجينة لازم نستخدم كمية سكر كبيرة حتى يعطونا طراوة وهشاشة مثل ما بدنا إياها. وبالإضافة إنها هي أكلة حلوة، يعني عادة تكون العجينة فيها شوية حلو. وبدنا ظرف خميرة 10 جرام بيساوي معلقة كبيرة. وهلا عنا ظرف بيكنج بودر 5 جرام بيساوي معلقة صغيرة. ويلي عنده محسن خبز يستخدم معلقة محسن صغيرة بدل البيكنج بودر. طبعا اذا بدنا عجينه شهيه وريحتها قويه جدا 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 بنحط معلقه فانيليا صغيره ومعلقه محلب صغيره، بيعطونا نكهه وريحه لما بعد قبرص. وهلا بنخلط المكونات الجافه مع بعضها. انا حنزل الطحين اعجنه هون على الطاوله. طبعا اللي عنده عجانه يعجن على العجانه افضل واحسن، واللي ما عنده شغلته 5 دقائق دعك بايده. ولازمنا حبتين بيض. طبعا البيض اساسي بهالعجينه، بيعطينا اللون والاحمرار والنفشه والطراوه، وبيرفع لنا من بروتين ودسم العجين. وعندنا معلقه زبده كبيره من درجه حراره الجو بتساوي معنا 20 جرام. وبدنا ننزل بالمي تدريجيا لنصل للقوام المناسب. طبعا كل عجنه بتاكل كميه مي على حسب نوع طحين اللي عندكم. انا تقريبا عجنتي بتاكل 2.5 كاس مي. وهلا بسم الله بنبلش عجن ودعك اول باول. وهلا بعد دعك متواصل 5 دقائق بالضبط شوفوا لي النعومه اللي حصلنا عليها، يعني شيء غرام. ولنزيد النعومه نعومه بنجيب معلقتين زيت كبار. وهلا بندعكها كثير منيح بالزيت لحتى يختفي الزيت منها. ويا عيني عليك يا شيف بلال نغم. هاي العجينه بتشتغل معكم لاي شيء من المعجنات الحلوه، للمعروك، للبريوش، للخبز الحلو، كله بيشتغل معكم. هلا بدي اقطعها لقطع تقريبا بين ال 50 وال 60 غرام، وانتم فيكم تكبروها شوي، فيكم تصغروها شوي حسب الرغبه، انا بدي اساويها وسطيه. وهلا اكيد لازم نغطيهم ليختمروا ويتضاعف حجمهم حتى نشتغل فيهم. قبل يختمروا ممنوع نشتغل فيهم. وعبين ما يختمروا معنا خلونا نساوي كريمة الباتيسير او كريمة الكاسترد بطريقة سهلة وبسيطة ولذيذة جدا حتى نحشيهم فيهم. وهلا بنجيب الغاز، طنجرة، عندنا 250 ميلي حليب، 3 معالق سكر بيساوي 45 غرام، معلقتين طحين بيساوي 20 غرام، حبة بيض، ومعلقة زبدة كبيرة بتساوي 20 غرام، وظرف فانيليا. وهلا بنشغل الغاز. لازم نحركهم كتير منيح على البارد قبل ما يسخنوا. وبس هيك غلوا معنا بنطفي الغاز عليهم. ولازم نفضيهم ونبردهم منيح. اول ما بنفضيهم فورا بنغطيهم لانه هي فورا بتاخذ وش بتصير لها قشره. ولناخذ كريمه طيبه كتير بنصحكم 50 ملي مي وظرف كريمه شانتيه 75 غرام. خففنا كميه الحليب كرمال يعطونا قوام سميك. وهلا بنخفون لنصل القوام مناسب. وهيك صاروا معنا جاهزين. وهلا بننزلهم فوق الكريمه الكاسترد اللي ساويناها. هلا بنعمل لهم خفقه صغيره بنخلطهم مع بعض. طبعا بيجي ظروف كريمه كاسترد بودره، بس بتحطوا لها حليب وفورا بتخفقوها على البارد بتطلع معكم كريمه لذيذه جدا. واغلب المحلات اليوم صاروا يستعمل منها، لكن هي الطريقه القديمه والاصليه، يعني انا بفضلها اكثر واطيب. بسم الله. تدرس يا جماعه خطيره. وهلا هيك بعد ما ضاعف حجمهم واختمروا بهذا الشكل هلا صاروا جاهزين للشغل.
طبعا فيكم تعملوا لهم هي الكبسه بايدكم وتحطوهم تخمرون، وفيكم تعملوا لهم هيك رقه صغيره، تمام؟ هذا الشيء اختياري، لكن ما لازم نكسر الاطراف تبعهم، يعني على هذا الترتيب، شايفين؟ يعني هيك امورها تمام وبنصفها بالصينيه. طبعا اللي بيحب في رقه كبيره ويقطعهم بالقطاعه، لكن انا ما بحب شرك عجين وارجع اعجن وارجع رق واقطع من اول وجديد، بحب كل حبه طالع بحبتها. طبعا نحن عندنا شكلين للدونات، الشكل الكامل انا رح اخلي هذا الشكل كامل، وهي رح افتح لها دائره بالنص. فيكم تجيبوا اي فورمه عندكم او اي قطاعه او اي شيء بشكل دائري، يعني مثلا فورمه الباتيفور شغاله، هي فورمه باتيفور، اي بلاستيك اي شيء. في عندي انا هي القطاعه صغيره رح استخدمها، حطها هيك ونقطع، نلاقي طلعت معنا بهذا الشكل. خليني اعطيكم اهم سر بالاكله والمعجنات يلي هو التخمير. اذا ما خمرنا العجينه بالشكل الصحيح ما بتشتغل معنا، بتطلع معظمه، ما بتفرغ من جواتها، ما بتعطينا الطراوه يلي بدنا اياها. فهلا اما بنغطيهم بنايلو، بشقفه، باي شيء بنغطيهم لحتى يتضاعف حجمهم ويختمروا وينفخوا مثل البالون. واذا بدنا نخمرهم بشكل اسرع بننزلهم على فرن مطفي وبننزل معهم كاستين مي مغليات ومسكر عليهم، فبيختمروا معنا بشكل اسرع. ويا سلام هلا اختمروا معنا وتضاعف حجمهم، بسم الله. شايفين كيف صار حجمهم مضاعف ضعفين، يعني هيك عبوا هوا، هيك صار بدنا اياهم سفنجي مثل ما بدنا اياهم، طرايا كثير. هلا بنجيب بيضه بنخفقها منيح مع شويه فانيليا وبندهنهم فيها. طبعا فينا ننزلهم من دون اي دهن، لكن الجماليه واللون الحلو تبع جناح الدبور لازم ندهنهم. بسم الله. بهي المرحله شوي شوي عليهم بالبيض، لانه اي نكشه بنفسه بيهبطوا. هلا بننزلهم على الفرن. طبعا فرننا محمى مسبقا، شغال من فوق ومن تحت على درجه حراره 200. لازم نحطهم بالرفيه اللي بالوسط. تقريبا بدهم من 5 دقائق ل7 دقائق. طبعا بس يستووا حاسحبهم وننزل صينيه صينيه بنفس المبدا. وهي طلعت اول صينيه. استوى الرزق يا خالي، لك استوى الرزق يا قلبي. شوفوا لي على هالذهب، يا سلام يا سلام يا عيني. هلا بنزل الباقي على السريع. وهيك صاروا جاهزين معنا. بسم الله. هي اللي اسمها العجينه الخسه، شايفين مطرها بتعمل لها هيك ترجع، يا عيني. هذا هو النغم، هي اللي بدنا اياها، يعني اطرى من المقليه. حتى هدول اللي قطعتهم جمعتهم هيك وسويتهم قطع صغيره، يعني يا سلام. تاكل هي هيك العجينه حاف، يعني خبزه حلوه وطيبه كتير. وهلا كرمال نحشيهم بنجيب السكينه اللي عنا وبنثقب بهذا الشكل، يعني فينا نفتح عده ثقوب. وهلا يا بسم الله بنعبي الكريمه تبعنا وبنبلش حشي فيهم. بندخل بالثقوب يلي فتحناها، بسم الله. وهيك بنكفي الكمية حتى نحشيهم كلهم. وهلا دوبت الشوكولا وجبتها كرمال نبلش تزيين فيهم، بسم الله. طبعا بعد ما غطسناهم بالشوكولا فينا نزين اصناف كثيرة، مكسرات، فستق حلبي، لوز، كاجو، بشوكولا صلبة، يعني فيكم تزينوا بكثير امور، مربايات، يعني هذا الشيء اختياري. انا رح زين شوية اشكال بسيطة. وهلا استوى الرزق يا خالي، استوى الرزق يا قلبي. شوفوا لي على هالدونت المحشيه بكريمه الكاستر بطريقه جدا خرافيه. بسم الله. شوفوا لي على الصفه يلي ما بترحم. وهلا بسم الله خلينا هيك نسحب لنا شي حبه. بسم الله يا عيني يا رب. الله اكبر. شو هالدونت هي المحشيه. أنا بجزم يا جماعة بكامل قواي العقلية والجسدية إنه هي أطيب من المقلية ب1000 مرة وأطرى وهشة. شوفوا لي يا جماعة، شوفوا لي طراوة يعني رهيبة. هلا مثل العادة لايك واشتراك بالقناة. كان معكم شيف بلال، سلام.